هنعمل الزلابية حلوة واقتصادية، وأي حد مبتدئ يقدر يعملها بكل سهولة. وعشان الزلابية تطلع معاكي ناجحة وطرية من جوه ومقرمشة من برا، ليها شوية تكات كده وأسرار لازم تعرفيها عشان تطلع الزلابية معاكي كده. هتجيب الحلة بتاعتك وهتنزلي فيها بمجين من السكر عليهم بمجين من المية. هتقلبي الخليط كويس بالمضرب بتاعك بالشكل ده. هتجاوبي كويس السكر في المية وهتنزل عليهم بعصرة نص ليمونة. تعصر الليمون كويس خالص، وبعد كده هتقلبيهم تاني وهترفع الخليط بتاعك ده على النار. هتجيبي الدقيق بتاعك، هتبدأ تنخلي الدقيق بتاعك او تحلليه. دي طبعا الدقيق اللي انت هتعجني بيه الزلابية لازم تنخليه. معانا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق ياخدوا كوبايتين من المية او كوباية ونص من المية، عليهم معلقة خميرة وعليهم معلقة سكر ومعلقة من الزيت. هتبدأ تقلب الخليط كويس مع بعضه كده عشان الخميرة تبدأ تتفاعل مع الحاجات اللي انت حطاها معاها، تقلبيها كويس. هتنزلي بالدقيق، الدقيق ما تنزليش بيه مرة واحدة، الدقيق هتنزلي شوية وبعدين هتحطي رشة الملح ورشة البيكنج باودر، وبعد كده هتنزلي بباقي الدقيق. هتنزلي بباقي الدقيق بتاعك هتقلبيه كده، وبعدين هتنزلي ب3 معالق من النشا. الكل كوباية دقيق معلقة من النشا. النشا ده بيديكي قرمشة كويسة، قرمشة حلوة خالص للزلابية بتاعتك. هتبدأ تعجني الزلابية بتاعتك خالص. الزلابية تعجنيها كأنك هتعجني أي عجين، لازم يتملك ولازم يبقى له عرق. بصوا الزلابية بتبقى القوام بتاعها كده، ما يبقاش لا تخين ولا خفيف، بيبقى القوام بتاعها كده. خلاص الزلابية بتاعتي كده تمام، انا عجنتها كويس ودخلت فيها الهواء كويس. خلاص هلم العجينة بتاعتي وهحط الزلابية بتاعتي في مكان يتخمر. لازم طبعا الزلابية قبل ما تعمليها تخمريها. حطيت الزلابية في مكان واتخمرت خلاص، عملت فقاقيع كده، خلاص بيجي خمران. هتبدأ قبل ما تشتغلي فيها تفش الخمران بتاعها او تهبطيها باي حاجة بايدك او معلقة، تهبطي الخمران الكونة وليها عرق. كل ما هبطها ترفع تاني. تحطي الطاسة على النار وهتحطي فيها زيت وهتجيبي معلقة وهتحطي الزلابية بتاعتك في كيس وهتقصي الكيس من تحت. هتبلي المعلقة زيت وهتبدأ تقطعي الزلابية وتحطيها على المعلقة وتنزليها في الزيت. شايفين ان هي خمرانة وملكانة ولها عرق؟ شوف بصوا منفوخة وعايمة ازاي على الزيت، اللهم بارك، ناجحة. هتطلعيها من الزيت، طلعيها من الزيت السخن، تكوني عامله لها الشربات بتاع الزلابية هيكون تخين. طلعيها من الزيت هتحطيها في الشربات، اللهم بارك. شايفين؟ وكل ما تقعد في الشربات كل ما تشرب من الشربات اكتر وتبقى طعمها احلى. وبكده فيديو الزلابية يكون خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم الزلابية بتاعتي. اتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وهتعجبكم. لو عجبكم الفيديو اديني لايك للفيديو واشتركي في القناة.